دي من الإشكاليات اللي تقع في المواريث، ولما ما تنضبطش بيحصل فيها نزاعات كبيرة جدا. ما انت اصل انت اتكلمت نقطة أكدت على إن ديت حقها وما تستناش. ثواني. اتفضل. حقها والكلام ده كله مرتبط بإن ما يكونش الأمور متداخلة. هنا الأمور متداخلة، هي بنت في غير ملكها، فهيتعامل معاها ازاي؟ هل الشقة الشيخ حسن اخواتها المقيمين في البيت هم اللي بنوا. ايا كان، سواء هنقول خلي الصبيان، وغالبا الصبيان اللي بيكمل، بس احيانا البنات بتكمل. خلي الصبيان بنوا في البيت، بنوا في غير ما يملكون. في هذه الحالة هل يقال مش شقة عشان البناء؟ لا، لكن له مقابل ما أنفق على ما بنى، لأن الأصل الأرض بتاع مين؟ بتاع الأرض اللي هي بتاع الكل بعد كده. فانتفعوا بما لا يملكون حينها، لأن الهواء اللي فوق تابع للإيه؟ تابع للأرض. فهم لأن الوالد كان موجود فمكنهم من ذلك، له هذا حقه والحاجة والضرورة. لو كان كتب لهم في حياته لحاجتهم له كلام ثاني، له ده تفصيل ثاني، لكن ما لم يكتب فيظل كل البناء للورث، لكن يعطى كل واحد بمقدار ما أنفق بالسعر الموجود عند الحساب، عند المحاسبة. لكن بالتالي مش هتبقى بنفس النفقات لأن البنيان مش جديد. وهنا يدخل الذين يعرفون في هذا الباب لتقييم المكان، ودي لا بقى طرق في التفصيل. هل نقيم المبنى كله على بعض؟ المبنى ده يساوي 10 قروش، تعالوا بقى نقسم ال10 قروش ليك فيهم كام؟ لقرشين. تعالى نشوف الشقة اللي انت فيها تساوي كام، هي بنفس ثمن اللي هو الحق لك ولا أقل فتاخد الباقي، ولا أزيد تدفع الباقي. ولذلك مسائل المواريث لا يفتى فيها فتوى عامة، لابد أن أصحاب المكان وأصحاب المواريث يتجمعوا في أمام لجنة أمام أحد المتكلمين في هذا الباب ويقعدوا ويعرضوا المسألة، وتفصل الحقوق على قدر إعطاء أصحابها عشان ما حدش يتظلم. لأن بيبقى البعض، لأن من النقط اللي لازم نخلي بالنا منها إن الشقة اللي اتبنت قيمت المبنى أكتر، قيمته جاته فلوس أكتر، لكن في نفس التوقيت ما ننساش إن هو انتفع بالبنيان قاعد في مكان مش بتاعه بدون إيجار، فهو انتفع. المشكلة كلها مش في حياة الأب، المشكلة لما يتأخر التقسيم بعد وفاة الأب بسنة واثنين وعشرة وعشرين، فهو قاعد فين؟ في غير ملك، في غير ملك تام. فبالتالي هذا المجلس هنعمل فيه ايه؟ نخصم منك بقى بقيمة الإيجار اللي انت قعدته. لو جينا نتكلم بقى بالدقة المسألة هيحصل فيها زنقات، فلازم يحصل ايه؟ تعالى التقسيم المواريث يا اخواننا له 3 طرق. تقسيم بطريقة المراضاة، طريقة المهيئة، والطريقة اللي ذكرت في القرآن. يعني لو تراضين وقلنا والله كله ياخد زي بعض، بنت زي ولد، صغير زي كبير، صرف زي اللي صرف، خلاص ما دمت تراضيته خلاص، المهم في تراضي. المهيئة ان انا والله بقول لك والله انت تنتفع بالمكان ده وانا هنتفع بالمكان ده لحد ما تخلص وقت المنفعه ونبدا نبدل مع بعض، نشوف حسب بقى كل واحد بيشوف الحته اللي تعجبه واللي تنفعه. مفيش مشاكل، ما برضه اتكلمنا وكله خد باله لقى ان المنفعه قريبه. ان اختلفوا يبقى لم يبقى الا الاصل الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين، ونقعد بقى ويتقال فيه. فالمواريث ما تقالش كلام كده مفتوح، وما يحلش لحد يمنع من تقسيم المواريث تحت اي باب من الابواب، لان غالبا اللي قاعد على قلب الكل، ما تزعلوش مني، قاعد خلاص ومنتفع، اللي بره المتضرر. يعني حتى بعد تقسيم المواريث ده حتى يبقى بعد الوفاه وتنتهي مدة العزاء ونقسم، لأن بعض الناس احنا عندنا سلبيات عجيبة في المجتمع، واللي يتكلم فيها بتبقى مشكلة. يقول لك انتوا ما لحقتوا يموت عشان تقولوا كله يلا نوزع، ده لسه ما بردش. لا، ملوش علاقة بالبرد ولا ما بردش، احنا اللي بنتجاوز حدود الشرع. يعني بعد الوالد توفى رحمة الله عليه، أنا قاعد في شقة في البيت، أنا بنيها كلها، مصاريفها كلها،
فجي الوالد عمل موقف الله يرحمه رحمه واسعه رب. المهم طيب دلوقتي انا بقيت قاعد في مكان مش ملكيه تامه. ما انا حتى لو انا اللي صارف انا قاعد فين؟ قاعد في بيت ابويا مش بيتي. فقلت يا جماعه اليوم الثالث خلص انتهى العزاء، انتهى العزاء خلص، بيلموا الحاجه ودخلوا يقعدوا. قلت لهم انتوا قاعدين كلكم، انا بقول لكم من دلوقتي انا قاعد في غير ما املك، عشان لو انتم متحرجين ولا حاجه انا بقول لكم انا اول واحد، انا فيما لا املك. شوفوا افضلوا هتمشوها ازاي. ان كان ليا هتمشي عليا هدفع، حد عايز ياخد المكان واطلع انا بره مش مشكله، حد عايز يقول لي انت ليه عندي عاوز ياخد ونخلص، عشان الموضوع يبقى ايه اللي بره، لان في ناس بره هيتظلموا، اللي بره ده هيتظلم حتما هيتظلم، هبقى قاعد في غير ملكي. او ان هنقيم المكان بيتاجر بقد ايه، بس لابد من التقسيم العام الاول، كل واحد له ايه، عشان لو طلع النصيب اللي انا فيه بتاعي وبتاع غيري وهو مش عايز يخلص مش عايز يبيع مش عايز، يبقى خلاص هنقيمه بالايجار. الشقه دي تتاجر ب5 قروش، انا ليا فيها التلتين وانت ليك التلت، هقسم الايجار 3 تلات، ليك التلت وليا لا، يبقى تاخد تلت الايجار وانا قاعد فيها، انا بدفع الايجار. المهم ان يبقى فيه ايه، مفيش حاجه اسمها استنى ده لسه ميت ده لسه ما بردناش ده لسه ميت، الكلام لا يليق، هذا ظلم. في ناس بتتظلم كتير جدا، في ناس بتقعد بال10 وال15 وال20 و30 سنه في المكان واللي بره مش حقيقي، لا طايل مليم في حقه ولا طايل ايجار، وتيجي تتكلم فيه يزعلوا ويقول لك لا ازاي يا شيخ احنا قاعدين احنا اللي مش عارف ايه احنا اللي بانيين احنا. ودي مشاكل كتيره جدا بتتكرر وبتعرض عليها. فالرجوع للشرع والا فالمظالم في هذا الباب خطيره، دي مظالم، لان اللي قاعد في ناس بتبقى قاعده وتضطر اللي بره ان ياخد اقل مما يستحق. هو اللي قاعد ولا خلاص اللي في المحاكم يوم الحاجه لو تساوي 5 قروش يقول له والله هتاخد قرشين وتسكت ولا على زي ما احنا قاعدين، وخصوصا البنات يقول لك خلاص اي حاجه ننتفع بها خلاص ادينا اي حاجه مش مشكله. فان كان عن ضبط النفس وعلو ادراك تبقى مشكله، مظالم ما بتنتهيش، مواريث خربه بيوت الناس ومقطعه الارحام كلها، واللي قاعد مكبر دماغه لا هيجري في توزيع ولا هيجري في اسمه. طب لو صاحب الميراث سواء بنت او ولد راحت رفعت قضيه اسمه تخصيص، هل كده تبقى جرت على الام لو الام اللي موجوده، او جرت على الاب، او عقت او ظلمت الاولاد؟ لا هذا حقها. يقول لك تشتكينا بدخل، ده مفيش كده، مفيش دخول محاكم، الموضوع ورق بيخلص وكله بيمضي في حد بيخلصه. ما تقولش بقى توجهنا في المحاكم والناس تقول علينا ايه. الحقوق لابد ان ترد الى اصحابها. واضح. لو في احد الابناء اتعلم بفلوس اكتر من الابن التاني، فالاب راعى كده ففرق ما بين المواريث فهو ورث اكتر، ده وضعه ايه، حرام ولا حلال؟ بيقول لو ان في ولد اتصرف عليه من غير خلينا في موضوع تاني، بس احنا خلصنا الجنائز. لو حد له الناس حاجه ولا بس طبعا لما تفتح مشكله في المجتمع كرشنا بيطلع بره حقيقي، وكلامه ما حدش، ربنا يوفق الجميع، الكلام ده كلام صحيح. ولو ولو احنا ما اتكلمناش فيه مش هنخلص حاجه، ولو اتكلمنا بنعمل ايه؟ مش هنخلص برضه. تحس ان ايدك دخلت في معمعه مش عايزه تطلع، يعني منها خصوصا لما تكون في ريف وتيجي تتكلم بقى على ايه، على المواضيع دي، يا الله كارثه الكوارث. ولو اتكلمنا على ان زوجة الابن مش واجب عليها تخدم والديك، كارثه الكوارث. ازاي ده في الريف انت بتقلب، بص انت داخل تنتحر. لو انت شيخ الاسلام وكلمت كده يبقى شوف، لو انت بيعظموك وعامل لك تمثال يبقى انت داخل تنتحر. فعايزه ازاي تدير الموقف مع كل اللي موجودين، لانهم عندهم اللي جات من بره دي ايه، من ضمن المملوكات، من ضمن الحاجات المملوكه. انت هنا مع مستعبده تحت رجلينا، هتعملي يعني هتعملي معانا جوازيك الواد ليه وصارفين ليه؟ ايوه مش خدام عند الكل. طب ما تساعدها، تساعد، ده جزاه الله خير واكراما لزوجها عشان ما يحصلش مشاكل، لكن لازم توضع الامور في نصابها. ان لا يجب على الزوجه خدمه الوالدين، ان خدمت اكراما للزوج يعني نعمه وتشكر على ذلك. الكلام ده لما يتقال بقى
تبرد على الاب والام بس، ده يقول لك ده تختم العيله كلها، ده كان في شباب لسه ما اتجوزش والكلام ده كله كده. لا ده بتنزل في الريف هنا في بعض الاماكن بتنزل واخوه موجود ولازم لا وايه ولازم تنزل تاكل تحت وتنزل تغسل تحت وتمسح الشارع وتكنس. لا والمصيبه الاكبر ان ممكن تكون في لسه بنات ما اتجوزتش موجوده من عيال من الاخوات جوزها، لا دي تنزل تخدمهم. اخواننا ده انا بتجيلي مشاكل صعبه جدا، ولما اتكلمت عليها بعض قلت لهم لازم اتكلم فيها انتوا حرين. هقولها يعني هقولها. الراجل طلع كده طيب يا عم شيخ انت، قلت له انا هقولها يعني هقولها مفيش حل. اما خروج كده وساكت قال لي بس كده هنبوظ الدنيا. قلت له تعرفوا الحقوق، بعد كده اللي زي ده بقى بينكم تفاضل بقى، لكن لازم نعرف الحقوق لان بيحصل مظالم جامده جدا بتستهلك العائله، بتستهلك باستهلاك صعب جدا. رحنا نرجع السؤال بتاعه. بيقول لو ان اب صرف على عيل في حياته في تعليم، وتعليم بس ليه؟ في جواز. تعليم ليه؟ اي حاجه. فهنا دي مسألة بتتعلق بالعطايا والهبات. هي انك انت بس تفهم تتصور. مش احنا قلنا في العلم لما تيجي تتعلم مسألة اهي تتصورها تصور صحيح. فاللي هو بيسأل فيه دي مسألة مش متعلقة بالمواريث، لكن المواريث طبقة عليها، لان هو لما عمل في حياته مش بعد وفاته، فما كانش وقتها في توزيع مواريث. لكن هي المشكله لما مات الاب وصرف على عياله كانوا موجودين، فبقى لسه عيال تاني ما تصرفش عليها بالشكل ده، بقى هتنتقل لمساله المواريث. لكن الاصل المساله يفضل لها من جهتين، جهه العطايا والهبات وجهه الميراث. العلماء بيتكلموا على العطايا والهبات، بيقولوا بالعطايا والهبات الاصل فيها التسويه، ده على قول الجمهور. الاصل فيها ايه؟ التسويه، اللي هو العدل بين الابناء، تعطي كل زي بعض. ده قول جميع العلماء، بس عن الوجوب ولا الاستحباب الخلاف فيه. وعلى قول الحنابلة ان تعطى البنت نص الولد زي الميراث حتى في العطايا، بس هذه العطايا والهبات التي ليس لها اسباب. يعني الراجل اللي قاعد كده مزاجه حلو، شرب كوبايه الشاي حاطين له فيها حاجه فخلوه مخمل، فالراجل انبسط. تعرف في حبات بتبقى في برشام سعاده كده، يقول لك برشام السعاده ولا ايه، وقام قاعد مخمخ كده وسرح وقال لك بقى مبسوط. قال خد يا انت وهي، خد يا بنت انت وهي، انتوا كام واحد؟ تعالوا كده اما بشرق عليكم، وقام بشرق هنا واخد بالك هنا 1000 هنا 1000 هنا 1000 هنا 1000 هنا من غير اسباب. فقالوا في هذه الحاله ان كانت من غير اسباب يسمي بين الجميع، ولو اعطى للذكر مثل حظ الانثيين على مثل الحنابلة لا باس، جائز مش مشكله. تعالى بقى يبقى عندنا ايه؟ العطايا اللي لها اسباب. العطايا اللي لها اسباب ايه؟ واد ما شاء الله في التعليم ناجح بيجري فبيصرف عليه، واد تاني فاشل واقع بتاع تعليم، فقال له اقعد شغل، اعمل لك ايه؟ تعالى اشتغل معايا او خلاص شوف لك شغل. فدي اسمها عطايا لها اسباب، فلو صرف عليه بغير تبذير لا يحق لاحد ان يطالبه بالعدل في هذا المقام. عيل وصل ل 30 25 سنه والتاني عنده 10 12 سنه، الكبير ده عايز يتجوز. اذا كان الاب قادر على مساعدة يجب عليه، لو كان الولد بيسعى ومش عايز بطال، الولد بيسعى ومش قادر يجيب، فالأب ميسور الحال يجب عليه إعانته في الزواج. بس بشرط ما يكونش ولد بطال. انتوا عارفين الشباب النهارده الا ما رحم الله سرسجيه، الا ما رحم الله سرسجيه. الحته دي تاني بقى ما عادش كان تاني الموضوع ده خلاص كل واحد بيجي على الحته اللي توجعه. الحته دي الصح. الله يهديك. مش احنا، طب لو في الحاله دي بقى يعني هو انا مثلا لسه خلصت. ده انتوا بقى لسه بقول يا هادي حفايه المساله. العيال كلها واقعه. ونسيت ان الاهالي برضه يعني اللي بياكلوا عامل الاب يعني بيرجع ما بيلحقش، ده بينام بيحلم عمال يخرج ونايم.
واحدة من النساء بتقول الراجل وهو بينام ويقعد يشخر ويقعد يهلوس ويقول كلام مش مفهوم المعنى، يقعد يتوه كده عمال يقول كلام تحس ان الراجل ده غرقان. منهم واحد قاعد يجيب سيرة حريم ونايم. خناق. مين دول يطلعوا مين؟ فوق واطلع تعالى، ده مين نادية ومين سعاد ومين؟ انا قلت كده. فتلاقيه بيتكلم يعني هي بتقول لما كنتش اعرف ان الانسان فعلا على صلاح كنت لك لقيت انا انت بتعمل ايه؟ تعالى. هذا تقريبا يعمل ايه؟ من الهلوسه اللي هو فيه رايح جاي بيهلوس. ففي هذه الحاله اذا اعطى لسبب لا يطالب بالتسويه. اذا ساعده في الزواج اهم حاجه بلا اسوء بالعدل. فوالله محتاج يتجهز له شقه، محتاج يتجهز له عفش، مفيش مشكله. طيب بعد كده الاب حالته الماديه نزلت، ما يجيش العيل يحاسب ابوه. اخطر ما يكون ان يطلع عيل ابوه شاله وامه مسكته وبهدلت نفسها عشان يجي في الاخر يحاسب يقول انت ما عملتلناش حاجه، انت ظلمتنا، انت ضيعتنا. هذا من اقبح انواع العقوق. ان يقف عند عين يفتح عينه ويقول له انت ما عملتش، انت تستاهل، انت ما انتش اب، انت، وينسى كل اللي عمله في حياته كلها عشان موقف عبث فيه الاب في هذا الباب. فلازم نخلي بالنا من الجزئيه. فاذا كان اعطى لسبب لا يشترط فيه التسويه. طيب اسمع عطايا ذات الاسباب. طيب قال والله طب في جزء من المال انا هسيبه يا ولاد، المال ده بتاع فلان، انا ما صرفتش عليه زيكم وعشان زوجي، خلاص. في هذا التوقيت اذا كان الاولاد عندهم بر وعيال محترمه فعلا يعني يقولوا لا باس، ما هو في الاخر اخونا واحنا خدنا من الخير اللي ما خدوش، لا اشكال. لكن هذا واجب؟ لا مش واجب. لكن من باب ان يعاني الولد اللي لسه فاضل او البنت اللي لسه متبقي لها انها تعاني المال، هذا لا باس، هذا لا اشكال، فينظر فيه للمصلحه. وهذا ينظر فيه الى ان انتوا دم واحد واسره واحده ومن اب وام انجب وربى. الجحود صعب، الطمع مبوخ الناس، لا. ففي هذه الحاله طب افترض ان الاب ما سابش فلوس اصلا لكنه صرف على بعض الاخوان في التعليم والزواج وغير ذلك، فيحسن منهم ان يجتمعوا لاعانه البقيه. مش كل واحد شاف نفسه خلاص قطع وبرك نفسه خلص، الا اذا اعطى الوالد في حياته، طلع العطيه دي كده وجعلها لهذا الولد قبل ما يموت، لانه لو ما سلمهالوش قبل ما يموت لم يملكه منها ترجع تاني. شرط النفاذ العطيه والهبه انها تملك لصاحبها. لكن هذه مسائل طب لو شفاعتهم كده شفاعتهم مملكها له شفاعتهم كده، ما هو مش شرط الكتابه، المهم بس ايه يعني ايه شفاعه؟ ان يستطيع ان يتحكم فيها وينفق، الا اذا كان صغير ووصى عليه. انا ملكت وانا واصي عليه لحد ما يكبر. هندخل بقى دخلنا في الهبه والوصيه، كم الوصيه. لكن الكتابه ليه؟ لتوثيق الحكم. لان ما يجيش واحد يقول له والله ده هو اوصى قبل ما يموت وما فيش وصيه مكتوبه. ما يدرينا انك صادق ولا غير صادق، مساله عويصه شويه. العطيه يا شيخ، العطيه دي مرتبطه بالثلث ولا مطلقه؟ بيقول العطيه مرتبطه بالثلث ولا مطلقه؟ العطيه ليس لها ثلث، لكن هنقول جزئيه مهمه. لما نيجي نحط عطايا، الاب يجي يحط عطايا، هنفرق بين العطيه الكثيره والعطيه القليله عشان نجمع الكلام اللي بعد كده. يعني لو الراجل جه من عرض مالي او من عرض مالي وقال ايه تعالوا يا ولاد كل واحد 5000 جنيه، كل واحد 10000 جنيه، لا اشكال. فلو سوى بين الجميع كل رسالة مش مين. لكن هتبقى في اشكاليه لو المال كثير، هيعطي 100,000 200,000 300,000 او هيدي كل واحده شقه، كل واحد شقه والبنات كذلك. فهنا ربما يقع شيء من الإجحاف على الذكور. فإذا كانت العطايا كبيرة مشي على مذهب أحمد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كانت العطايا قليلة فيسوى فيها، لأنها حينئذ لن يكون فيها ظاهر فيها المظلمة أو الإكراه. ويبقى كده جمعنا الأقوال بتاعنا. اتفضل يا شيخ. واحد خلفته كلها بنات، هذه مصيبة يكتب مثلا للبنات الحاجة بتاعه أو يوصي إن محدش يورث معاه، هل يحق ده؟ طيب هنا في المسألة ينظر فيها من جهتين. بيقول لو إن واحد خلفته بنات بس، وطبعا دي مشكلة من المشاكل المعاصرة يعني. فأحيانا اللي عنده بنت أو عنده بنات بيحاول ينقل الملكية للبنت أو لزوجته. ليه؟ خايف فعشان ما يجيش إخواته يورثوا فيه، وهذا مخالف للشرع ويحاسب على ذلك بعد ذلك. والواجب حينئذ ان هذا المال يرجع، وان كان لاحد نصيب فيه يعطى، الا اذا تنازلوا مش عايزين حاجه. لكن برضه ممكن بعد ما يكتب لزوجته الكلام ده عشان خايف لو مات حد يورث يقول مراته تموت قبله يقوم ما يورثه، فيعاقب بنقيض فعله ويتحسر بقى عين يقعد على طول مفيش حاجه. مش هتلاقي اعدل من حكم الله ورسوله. لكن ان كان كذلك هو غالبا اللي انا اعلمه اللي بيعمل كده هروبا من الحقوق في المواريث. لكن ان فعل من غير هروب لم يقصد نية سيئة ان يمنع اصحاب المواريث فلا اشكال، بس بشرط ان يملك في الحال. هي مشكلة في النية. بيمنع يعني بيكتب علشان يمنع. لكن واحد بيقول لك والله العيال والبنات غلابه، مش عشان ولا حاجه، انا هكتب لكل واحده شقه واكتب لهم شقه اخرى عشان ما حدش يمر على حد وما حدش. فان ترك شيئا ولو قليلا لمن بعدهم كان لان هتلحظ ان المواريث ده بالتقسيم الرباني بتزيد الصله الا في المجتمعات الخشنه اللي عندها شيء من الطمع. يعني لو يعني اعطى العم واعطى الخال، يعني لو المرأة هي اللي ماتت بسبب النصف أعطت إخواتها بيورثوا للصبيان الذكور. لو كان راجل وسايب بنات ومات إخواته الذكور بيرثوا، مش كده ولا؟ فهذا بيجعل تقوية الأواصر. انتوا خدتوا مني فخلوا بالكم مني. طبعا لا يمنع ان في بعض المجتمعات طماعين عايزين يبيعوا للعيال ويتشردون في الشارع وياخدوا. احنا عندنا اشكاليه في كل مساله طالع فيها اشكاليه. هنا عشان كده اللي لازم اولا المجتمع يستقيم، عشان لما نيجي نقسم بما يتناسب غير مخالف الشرع، بما يتناسب مع الحال. انت عايز تجيب، هم قاعدين في الشارع، احنا هنجيبوا قاعدين في الشارع، ويجي العم او يجي الخال يقول لنا ليه حقوق بيعوا الشقه. طب البنات هيقعدوا فين؟ ليه فين؟ فبابا تقول ما تجيش اقول ايه ما حقي، احنا عارفين ما حقي، بس الاول احنا عايزين برضه لحمك ما يترماش في الشارع. انت هتاخد ايه؟ خلاص اطلبوا منهم على مراحل، قول لهم والله عندكم كذا قسموا لي على مراحل، ولو تصدقت به عليهم لكان حسنا، ما دام يترموا في الشارع خصوصا البنات. فعندنا اشكاليه برضه لما نيجي كل مساله كان فيها يطلع لنا فيها ايه؟ اشكاليه. فانت محتاج الاول المجتمع ده ينضبط دينيا اخلاقيا، يكون عنده شيء من التقوى، عشان لما نيجي نتكلم في الحاجات دي المسائل تبقى اخ كبير لا اخ صغير على ابوه على مرض، هل له حق زائد عن اخوه؟ بيقول لو ان في احد الاخوه ايا كان بقى صغير او كبير، احد الاخوه والاب مرض او الام ايا كان فاحتاجوا للنفقه فانفق عليهم من ماله، فهل له ان يسترد؟ لا. هل للاب ان يخصه بمال او بجزء من المال، بجزء من المال في مقابل الاعانه؟ له ذلك من باب الاحسان او رد الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لكن لا يحق لولد ان يطالب، لان هذا واجب عليه ويبقى فيه من التعيير والعياذ بالله. لا يحق له ولا يحق، هذا ليس من البر. حضرتك اذا ظلم احد الاقارب قريبه فقطعه، فالذي ظلم هو القاطع. لو ان والد ظلم ابنه لدرجه ان هو خرجه من الشقه عشان يأجر الشقه لقريب بسعر اكبر، الولد يعني شالها في نفسه وقطع ابوه. لا يقطع، وممكن حتى لو شال اقول لا لكن يقطع لا،
ليه؟ لأن مفيش أكبر إخواننا الوالدين لهم ميزان غير الدنيا كلها. هي دي المشكلة. المعاملة مع الوالدين لها ميزان تاني خالص خالص، مختلف عن كل حد. يا شيخ انا بقول له طب ادخل عليه وكلمه، قال لي احنا الثلاثه مقاطعين. انا بقول كارثة. هو يعني المقاطعة لا. ليه؟ لأن إذا كان عند الشرك وإن جاهداك، الآية أنت لو تقف معاها، وإن جاهداك على، أنت عارف المجاهدة يعني إيه؟ ده بس جهد، يعني بيعملوا معاك، بيبذلوا كل جهد لخروجك من الإسلام. مش متخيل مش أكتر من كده، على أن تشرك بما ليس لك به علم. قال لك إيه؟ الخلط بين الأوراق اللي عامل مشاكل. فلا تطعهما وصاحبهما، ده جانب وده جانب. ليه؟ لأن هو كان أبوه وكان بيصرف عليك وكان بيساعدك في وقت أنت كنت فيه متأزم ما تملكش حاجة خالص. إخواننا لازم نفهم، وده إحنا بنفهمه مع الوقت. لا شك إن في بعض الآباء أو الأمهات بيبقى عندهم شيء من الجو، لا شك. لكن إياك أن تنسى إن ما تبقى في يوم من الأيام تعرف يوم الكلام ده كويس جدا اللي على البر شاطر، إن تمن إن عيل بيكبر وقف الواد وقف أبوه، أو وقف العيلة وقف أبوه أو أمه، يعني أيا كان الوالدين وقفوا جنب بعض. العيل ده بتلاقيه في سن الشباب مش كده ولا أبوه عامل إزاي ولا عشان العيل يبقى كده بيسحب من قدرات الوالدين، يعني تمنها عمر وصحة وهشاشة عظم، تفكير في حاجات كده جدا، أشياء لم نكن نعلمها بهذا التفصيل إلا عندما صرنا آباء. يربي إنك ممكن تيجي في وقت كنت مثلا تقول ولد ما تفكرش في حالك، كفاية انت فيه، كفاية انت تعالى خليك في حالك، كفاية وضع. واللي مش عارف يشرب من البحر مش قادر يفصل دماغه عن التفكير في اللي وراه، فيجي عليك الضغط لنفسك ايه؟ قاعد واقف نايم تاكل ماشي، دماغك فين؟ في عيالك. طب ده حد بيجبرك عليها؟ محدش بيجبرك. لذلك تستغرب ازاي في بعض الاباء والامهات قدروا يفصلوا دماغهم بالتفكير في عيالهم. تعرفوا يعملوها ازاي؟ صعبه جدا والله، صعبه جدا. بقول لك انت تنام اكتر حاجه شغلاك العيال. انت ماشي، انت تخش الصلاه ممكن من اكتر اللي بيشغلك العيال، خصوصا مع الوضع الحالي. العيال يعملوا ايه، يسووا ايه، ظروفهم ايه، العيال مش مدرك الكلام ده، ان هو بيسحب منك جهد كبير جدا. يمكن انت لو مش بتفكر في الحياه تعيش وتبقى صحتك جميله جدا، لان التفكير لوحده قاسم للخاص، فعلا بيقسم الضغط. فقيمه عيل بيكبر ان والدين بيضعفوا، فهو عمال يقص منهم، عمال يسحب منهم، فتمن انك كبرت بقى صحه اهلك، صحه الولاد، هو تمن اللي انت فيه. هتعرف ده امتى بالتفصيل بقى؟ لما تكبر، اول ما يبقى عندك عيال والعيال تكبر قدام عينك ومسؤولياتهم تزيد وعمال تفكر. اوعى تفكر ان العيال بيكبر مسؤولياته بتخف، لا. التفكير حتى لو مش مسؤوليات ماديه، لو انت هتبعد عن الماديات التفكير نفسه بيزيد. دي لو اتجوزت هتعيش ازاي مع جوزها؟ هل هتبقى كويسه ولا لا؟ هل هيبهدلها مش هيبهدلها؟ طب الولد ده لو اتجوز ده تريحه ولا مش هيريحها؟ طب هيبقوا مع بعض كويسين؟ طب ايه مش عارف، مع ان دي امور مش بتاعتك، انت بتربي والامر كله لله، مش هتعرف تفصل منك، ما تعرفش. امر صعب جدا. لذلك ابن القيم قال الكلمه اللي قالها: ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الهم بالأولاد. يعني في ذنوب كده ما بيبقاش الا التفكير في العيال، هم العيال. تخيل في ذنوب مخصوصه تفكيرك في العيال، همك بعيالك ده اللي بيكون سبب في محلك.
ولو عرض على إنسان فعلا عارف يعني يربي يعني أهم عيال، لو عرض عليه إن ينقل جبل حجر من مكان لمكان وما ربيش عيل، يقول لك شغلني في الفعل وما تربيش عيل. حقيقي والله العظيم بلا مبالغة، مش ليك دعوة هو يعد يقول لك صفر. امال هي القطة بتعمل عيل بعد ما يكبر ليه؟ بنت اللذينة، لا القطة تكبر شوية انت تصربات. تعرف انت تسرب العيل؟ تعرف تسربها؟ طب خلي العيل يتأخر بره شوية. ها؟ العيل يقابلها ازاي بقى؟ هو انت قاعد لي وعمال تدور ورايا، هو انا عيل صغير يا تنحي افهم، يا تنحي هو مشغول. هو ده انت عارف ان من المصلحه مصلحه الوالدين ان ما يفكروش فيك اصلا. يعني ارحم لهم ما يفكروش فيك كلمه طبطب، هيريح دماغه. بس هو مشكلته مش عارف يريح دماغه. بيقول انا مش هو عارف ان انت مش صوامه، هو عارف بس هو تعب فيك. فالان دايما اعذره لما يحصل موقف يقول معلش والله بسمع يا اخي نط في المواقف ما تلاقيش طوبه كده يعني مش رجلك، ده انت كنت لسه من سنتين ثلاثه بتخاف، دلوقتي لما رجلك شالتك واقف تتصدر وتقول انت بتعمل لي كده ليه؟ انت بتدور ورايا. كل ما تكبر كل ما تزداد انحناء للوالدين. وكده كانوا يقولوا لنا دايما عايز تعرف انت كبرت ولا لسه؟ عايز تعرف انت كبرت ولا لسه؟ تعرف ازاي؟ تعرف ازاي؟ بشرب سجاير. تعرف انت معاملتك مع لا تبدا تشيل لا تفكير لا اصبر بس انت مستقبل ماشي واسيبكم. اما تتحول المعامله من الخوف من الوالدين الى الخوف عليهم. الاول كنت بتخاف منه يكلمك مجرد ما يشخط بس يعني انت كان هو يشخط بس كده يكفاني على ده انت راجل. انا افتكر الله يرحمه لو كنا مثلا هو جاي يجي مثلا شغل لو شفناه من على بعد جاي من على بعد نخش نستخبى في الحمام. قال يعني احنا قاعدين في الحمام وتغسل وشك وانت غرقان من غسل العرق والبهدله ومتليط. هو عارف ان شكلك كده كنت بتلعب، شكلك ما كانش واضح انت كنت بتلعب. فتطلع من الحمام بقى غسل وشك وايه قال يعني توضى وتصلي بقى وبتاع يبصوا لك كده ويقوم سايبك وده حصافه بقى مش عايز ما دمت انت خفت وعملت حساب مش مشكله بس هيجي في وقت هيزنقك هيبقى لك وضع فخلاص يعني مش كل مره هتسلك الجره. فجي في مره وبيجي من حته بعيده شايفينه من على بعد لقينا لفه من ايه النص اللي عندنا كده النص كده والبيت كده لقيناه في وشنا. طب هنعمل ايه في اللحظه دي؟ ازيك يا بابا؟ لا بس ساعات بقى العجب بتاع العيال بقى بابا جه برضه يعديها ما دمت انت يعني ما دمت حرك مفيش مشكله، لكن هتتنح تعالى كده بقى كده نتصرف مع بعض شويه. طيب اتحولت من وقت كنت بتشوفه مش خوف رعب لا احترام. هو له احترام، هو لو بص اعرف انه عايز نخش في الوقت بتعرف بالبص. هو كان حاطط فينا اوضاع معينه يبص لك طلع من الشباك يفتح الشباك كده وانت بتلعب مثلا وسايبك تلعب شويه وتعالى بص كده. لو انت في عز اللعب حلو بقى يطلع يبص هو يفتح الشباك كده ويبقى قافله تاني. بعد اذنكم انا كده هو ايه؟ كده هو عايزني. لا هو كده عايزني مش لازم بقى يصيح وتعالى يا ابني انت في عيد اللي هو اللي بيحصل دلوقتي كده تلاقي ليبيا سمعان وعملنا دول من اللي في ليبيا سامعين. لا يا عم الحاج انت كل شويه تناديني. لا خلاص دخلنا قعدنا وتركنا. طيب لما بدانا نكبر ظل الوضع ده لحد بعد ال20 لحد وانا اتجوزت لحد ما يتوفى. لو انا قاعد وهو قاعد بيتكلم ممنوع حد يتكلم. مش خوف انا دلوقتي اقدر اخد حقي واتكلم واعمل له كده انا ماشي مش شغلش بالي وخلاص انا بكسب قرش واقدر اسيب البيت واطلع في مكان تاني. بس ما ينفعش
مش جزاء اللي عمله معايا. فخلاص قال يعني مثلا لو كان العيل مثلا من ولادي عمل موقف وشافني كده ان انا هعاقب العيل، يا ابني حاضر شوف جدك ده بقى سبب في انت مش عشان وجودهم برضه مصلحه، فانا اطلع فوق انا لوحدي بقى خلاص بقى اخش اتصرف بقى. هو خلاص قال ما تحزنيش ما تحزنيش خلاص الموضوع خلصان، ما ينفعش يتحسن. كلمته ماشيه احترام ولا خوف؟ احترام. لو قال يا ابني لا سيب الحاجه دي ما سيبها خلاص حاضر ايه حاضر طب اعمل حاضر اللي انت عايزه. طب ما تروحش من الحته دي دلوقتي بيعجبك ما تتاخرش بره. معلش لو اتاخرت شويه عشان ظروف انا بقيت اب بقى. فهو قاعد وما كانش انما لازم كل مكون لازم يطمن على دور ابوكوا جه طب ده ابوكوا طب هنعمل ايه بقى؟ ما جاش عشان واحد بره يفضل قاعد مستني وهو اللي يفتح عشان ايه؟ عشان يطمن، مش عشان يقول له تعالى، لا يطمن بس. عيالي اللي ربيتهم وتعبت فيهم انا مطمن ان موجودين. يا ابني الشوارع مليانه قلق، انا بنت الصغير يا حاج بقى يا ابني معلش انا ببقى قاعد قلقان مش هقدر اغير الوصف ده فيه. الكلام ده عرفته امتى بقى؟ اما انا العيل خلاص كبر بقى بيكبر قدامي بيروح الجامعه بيروح يعمل او بعمل ايه؟ فين يا ولد؟ انت اتاخرت كده ليه؟ والله يا ابني ده القطر اتاخر. طب يا ابني قال يعني انا بقى ايه هيجري هيزق القطر يعني. طب يا ابني استعجل شويه طب عايز تنام؟ انا مرهق مش قادر انام عايز انام مش قادر ما اعرفش من النوم طاير من عيني. ليه؟ تعبك كله كل شغلك تعبك ده كله. حتى لو انت قلت العيل روح مش عارف لا مش هتعرف تفهم. لذلك لو لقيت اب او ام بيقولوا العيل قطعوه وخلاص مش عايزين يكلموه خالص فعلا قبل ما تقول ان الاب والام دول مش كويسين يبقى واحد يقول الولد ده عمل ايه في ابوه؟ لانه لو ما كانش عايزه كان رماه من بدري. هو مجبر يقعده؟ مش مجبر، كان رماه من بدري. مستحمله ليه؟ ما هو عبء على دماغه فكرا ومالا وكل حاجه. فيبقى امتى تعرف انك كبرت؟ خاف عليك امتى يا ولد؟ لما تلاقي نفسك بتخاف عليهم مش بتخاف منهم. تقول له يا حاج انت عامل ايه؟ صحتك عامله ايه؟ انت اتاخرت ليه؟ انت ما نمتش لسه صاحي ليه؟ طب انت خدت بالك لو بياخد علاج؟ طب انت مزاجك عامل ايه؟ طب مش عايز حاجه. لان انت كل ما السن بيكبر لحظه الاحساس بالفراق تقرب وترجع تحس ان انت والله ترجع تحس تقول يا ريتني كنت عشت عمري تحت رجله لحقت استمتع بيه. لحقت اتمتع بيه اكتر واكتر. لا انت مش كنت من كام سنه كنت بتقول زعلان انه بيزعق لي وكان بيعمل خلاص بقى دماغك مع السن بتتغير لوحدها خالص. بس ده عند الانسان اللي نفسيته سويه مش العالي الايه النكار الجحود اللي ما بينفعش في حاجه. وده مش هيعدي بخير في الليل ولا في اخرتك. اوعى ابوك يعيط بسعادتك واوعى امك تعيط بسعادتك. اي كتب الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء الرجل مجاهدا قال له ايه؟ احي ابواك؟ قال نعم. قال له ايه؟ فيهما فجاهد. مش كده ولا؟ لما جاله وابوه بيعيط قال له ارجع زي ما عيطتهم كما ابكيتهما افرحهما اضحكهما. ما انت معيش انت السبب. ارجع روح. لان في ثمن كبير قوي في التربيه. لها ثمن كبير والموضوع ده لو فتحنا فيه المجتمع هيتوجع جدا. وهذا لا يمنع ان في زي ما بقول في بعض الاهالي مش في ما عندهم شيء من التجاوزات، لكن ما ننساش الحقوق
ولو واحد عمل فيها عميلة مش هنساها له العمر كله. فكيف بجميل الوالدين اللي عمرك ما تعرف تسيبه؟ جميل الوالدين عمره ما يتسد. والله العظيم يا اخواننا لو سحبت على وشك عشان تسد البلد ما تعرف. وده يعرفوا مين بقى؟ اللي ابوه توفى وظيفه ربنا يعني يخلفه بخليفه، او امه توفت وظيفه، ده اللي يعرف دي كويس قوي، لانه عاشوا غالبا 18 بهدلوا. نسال الله العافيه، نسال الله السلامه. صلوا في الاعمار للاباء الموجودين والامهات، وان يرحم من مات منهم. سامحونا طولنا عليكم. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دعوانا الحمد لله.